محبين الاسماك هيحبوا قوي الفيديو ده. النهارده هنعمل صينيه سمك مشوي في الفرن. الوصفه دي لذيذه وجميله ومختلفه بجد، هتنفع معاكم باي نوع سمك، طعمها فعلا مميز جدا. هعمل كمان معاها صوص التشيميتشوري الارجنتيني، انا مش عارفه بقوله صح ولا غلط بس انا قريته كده. صوص لذيذ بيتقدم جنب المأكولات البحريه، بجد هتعملوه جنب اي اكله سمك هتعملوها بعدين. بس قبل ما نبتدي، لو دي اول مره تشوفوني انا لينا، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش اللايك عشان ده بيساعد قناتنا انها تكبر اكتر. ويلا نبتدي بالمقادير. النهارده هعمل سمك لوت. هحتاج معايا بصل مفروم، طماطم مفرومه، فلفل اخضر وفلفل احمر، شطه او بارد اللي انتوا عايزينه، كزبره خضراء، توم مفروم، ربع كوبايه عصير ليمون وربع كوبايه زيت زيتون، معلقتين كبار خل. ومن البهارات هحتاج ملح وكمون وكزبره، معلقه من كل نوع فيهم، بابريكا، بهارات سمك، كركم، كاري، فلفل اسود، وده هحتاج منه نص معلقه من كل نوع فيهم. وبرضه هكون سايبه لكم المقادير في صندوق الوصف. دي كانت مقادير الحشوه. في بوله هحط الخضار المتقطع، هضيف له الليمون وزيت الزيتون والخل، وبعدين هضيف البهارات وهقلبهم مع بعض. هسيبهم على جنب ويلا نجهز تتبيله السمك. في بوله هحط الثوم المفروم وزيت الزيتون والخل، البهارات والليمون، وهقلبهم. هجيب السمكه طبعا متنضفه ومغسوله كويس بملح ودقيق وخل، وهعمل فيها كذا فتحه عشان تتبل احسن وتستوي اسرع. هقلبها على الجنب التاني وهعمل فيها نفس الفتحات. هجيب التتبيله وابتدي اتبلها كويس واعمل لها مساج كده من جوه وبره عشان اتاكد انها متبله من كل ناحيه، وهسيبها في التتبيله دي ساعتين. ويلا نجهز الصينيه. انا حطيت بطاطس سمكها رفيع قوي، بصوا عامله ازاي، ما ينفعش تزيد عن كده عشان تستوي كويس. هضيف عليها بصل، فلفل اخضر. هجيب السمكه واحشيها بالحشوه، حتى راس السمكه هحشيها كويس، وهحط منها في الفتحات اللي عملناها، بس همسحها علشان ما يكونش عليها كتل من فوق. واللي هيتبقى من الحشوه هحطه على صينيه البطاطس تحت السمكه. هحط عليها السمكه، والسوائل اللي اتبقت من الحشوة هحطها على السمكة من فوق. هضيف عليها كمان معلقة من زيت الزيتون وعصير ليمونة، وهزود لصينية البطاطس طماطم وملح وزيت. هدخلها الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة ربع ساعة، وبعدين هنزل الحرارة ل 210. هسيبها ساعة إلا ربع تاني. بعد الساعة إلا ربع دي هنختبر سوا البطاطس والسمكة. ويلا نعمل بقى الصوص الأرجنتيني. هحتاج كزبرة خضراء، فلفل شطة، توم، عصير ليمونة، كزبرة ناشفة، كمون، ملح، زيت زيتون. في الكبة أو في الخلاط هنحط المكونات كلها مع بعض، وهزود عليهم ربع كوباية مية. هضربها كويس وده بيبقى شكلها. المفروض ان انا ارش على الوش كده تشالي فليكس، بس انا مش متاح عندي فحطيت شطة. ودي الصينية بتاعتنا، شكلها تحفة وريحتها تحفة بجد فظيعة. البطاطس كانت حلوة قوي وفيها سنة قرمشة، السمكة طعمها كان حلو جدا ومستوية جدا، الصوص رهيب. بصوا أكلة كده تحفة، يعني لازم تجربوها. اتمنى تكون أكلة النهاردة عجبتكم. جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش لو عايزين تشوفوا وصفة معينة مني اكتبوا لي اسمها في التعليقات.